نهار 15 نوفمبر 1884 في مدينة برلين جمعت أقوى الدول الأوروبية في طابلة واحدة، وهاد الدول اللي هما بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، البرتغال وإسبانيا، وزيد من الدول الأخرى. وهاد التجمع ما كانش الموضوع تاعو الحرب العالمية، وما كانش اتفاق تجاري ولا شي حاجة بحال هكا، ولكن هاد التجمع كان مخصص لقارة أفريقيا. في هذاك الاجتماع اللي بقى حتى ل 26 فبراير 1885 تقسمت أجزاء كبيرة من إفريقيا بين القوى الأوروبية، وترسمت حدود كثيرة بالقلم فوق الخرائط بلا ما تعرف هاد القارة شنو تابعها. من بين القرية تاع مالي تولد واحد الطفل اللي سميتو مامادو غاساما في واحد العائلة في آخر طبقات ديال الفقر. المهم فاش كبر واحد شوية هاد الشاب اللي سميتو مامادو غاساما قرر يهاجر لأوروبا كأي واحد كاين تما. المهم فاش بغى يمشي يهاجر للديار الأوروبية قطع أول حاجة الطريق الصحراوية من بين مالي حتى ليبيا، وموراها قطع البحر الأبيض المتوسط بالقارب المطاطي. فاش وصل لإيطاليا انتقل مباشرة لفرنسا، ودازو شي أيام وهو عامل في البناء غير نظامي حتى جات نقطة تحول. 2018 في العاصمة الفرنسية باريس كان ماشي مامادو غاساما وهو يشوف واحد الدري صغير شاد غير يدو في الحيط والجسم ديالو كامل برا في الطابق الرابع. المهم بدا مامادو غاساما كيطلع من طابق لطابق حتى وصل للطابق الرابع، ومع هاد القوة انتشر هاد الفيديو ديال الكاميرا المراقبة. وفاش دار هاد الانجاز سلمو رئيس فرنسا ماكرون الجنسية الفرنسية وعطاه وظيفة ديال الوقاية المدنية وتعويضات مالية كبيرة. دابا بغيت غير نعرف كون وقع هادشي في القارة الافريقية واش غيكون تعويضات مالية، واش غادي يستقبلوا الرئيس المالي اللي كاين في بلادو كون دار هاد الانجاز ولا لا، ولا غادي يكتبوا غير بالشهوات التقديرية. باش نفهموا مزيان هذا قارة افريقيا، اول حاجه هي ثاني اكبر قاره في العالم من ناحيه المساحه، وثاني اكبر قاره من ناحيه عدد السكان، حيت المساحه ديالها كتقارب 30 مليون كيلومتر مربع، يعني حوالي 20% من اليابسه ديال الارض. اما عدد السكان فراه وصل في 2026 لاكثر من 1.58 مليار نسمه، يعني تقريبا 19% من سكان العالم كاملين. باش نفهموا هذا العدد مزيان، قاره اوروبا اللي فيها 743.5 مليون نسمه، يعني غنشدوا عدد سكان اوروبا الدوبل ديالهم، وما غاديش يكملوا لينا هذا عدد سكان افريقيا. ونزيدك عاوتاني عدد المهاجرين الافريقيين اللي في اوروبا تقريبا 12 مليون افريقي كاين في اوروبا. باش نقرب لكم من 12 مليون نسمه، بحال شديتي سكان كازا كاملين وزدتي عليهم سكان الرباط وفاس وطنجة وكادير، عاد غادي توصل لهذا الرقم اللي هو 12 مليون نسمه. ولكن اهميه افريقيا ماشي غير بالحجم ديالها، حيت عبر التاريخ خرجت من افريقيا حضارات وامبراطوريات كبار. حيت في مصر القديمه حوالي 3100 سنه قبل الميلاد توحدت البلاد وبانت واحد من اعظم الحضارات اللي عرفها التاريخ. وفي القرن 13 و14 كانت امبراطوريه مالي من اغلى الدول في العالم بفضل تجاره الذهب، وكانت امبراطوريه مانسامبوسا اللي حكم بين 1312 و 1337 مشهوره بالثروه الاستثنائيه. ودابا نعرفوا علاش افريقيا قاره مهمه. افريقيا مهمه حيت عندها ثروات طبيعيه كثيره، وباش كنقولوا كثيره راه كثيره نيت، حيت فيها الذهب والالماس والنفط والغاز والفوسفات والنحاس والكوبالت اللي غنشرحوا لكم من بعد، والليثيوم ومعادن كثيره اخرى كتدخل في صناعه الهواتف والحواسيب والسيارات الكهربائيه. باش نقربكم من هذا المعادن غنبقاو نيت في المغرب اللي عنده اكبر احتياط فوسفات في العالم ب 70%. ودول كبيره بحال الصين والهند والبرازيل كتعتمد بشكل مباشر مع الاسمده تاع المغرب باش توفر الغذاء المليء لسكانها. لهذا الشيء دول كبيره وشركات عالميه كتعطي اهميه كبيره للقاره الافريقيه. وزيد على افريقيا مهمه حتى من ناحيه السكان. في 2026 متوسط العمر حوالي 19.5 سنه فقط، وهذا الشيء كيخليه اصغر قاره في العالم من ناحيه السن. حوالي 28% من الشباب اللي عندهم اقل من 25 سنه في العالم كاينين في افريقيا، بالمقارنه مع اوروبا اللي عندها متوسط العمر حوالي 43.1 سنه. والتوقعات كتشير ان عدد سكان افريقيا غادي يوصل حوالي 2.47 مليار نسمه سنه 2050، وغادي تمثل اكثر من ربع سكان العالم. تقريبا كلشي كيقول بلي افريقيا غير فقر وحروب ومجاعات، ولكن هاد الصوره ناقصه بزاف وما كتعكسش الواقع كامل. وبصح هادشي كاين ومعنا فين نخبوه. وباش نفهموا هادشي مزيان، قاره افريقيا فيها اكثر من 1.5 مليار نسمه وكتضم 54 دوله مختلفه في اللغات والثقافات والاقتصادات. وهاد القاره فيها تقريبا 30% من الثروات المعدنيه والمعروفه في العالم. وباش نقربكم من هاد النسبه مزيان، بحال شديت كل 10 سيارات في العالم فيهم 3 السيارات مصنوعه غير بالثروات اللي عند افريقيا. ودابا واش فهمت هاد النسبه مزيان ولا لا؟ ونزيدكم كاينين دول افريقيه حققت نمو اقتصادي كبير في العقود الاخيره، ومدن حديثه ومشاريع تكنولوجيه وملايين الشباب اللي كيطلقوا مقاولة جديده كل عام. ولكن ما نقدروش نخبوا هادشي اللي كاين في القاره، منها الفساد والفقر والحروب الاهليه في بعض المناطق. وقبل ما يجي الاستعمار الاوروبي
كانت قارة إفريقيا عامرة بالممالك والإمبراطوريات، ومن بينهم إمبراطورية غانا اللي كانت من بين القرن 8 والقرن 13، وإمبراطورية مالي اللي وصلت لمراحل القوة تاعها في القرن 14، وإمبراطورية سونغاي اللي كانت من بين القرن 15 والقرن 16. هاد الدول كانت كتحكم في طرق التجارة عبر الصحراء، وكتبادل الذهب والملح والعاج وحوايج أخرين في مناطق بعيدة، وكانوا كيعيشوا بطرق مختلفة حسب المنطقة. حيت في المناطق الفلاحية كانوا كيزرعوا الحبوب والخضر والفواكه وكيربوا الماشية، وفي المناطق الساحلية كان الصيد والتجارة هي اللي كيعتمدوا عليها ديما. وفي بعض المناطق كاين أنظمة حكم منظمة وجيوش والتجارات كانت بالقوة تاعها قبل القرون من وصول الأوروبيين. الفترة تاع الاستعمار الأوروبي لقارة إفريقيا بدأت في النصف الثاني من القرن 19، ومن أهم المحطات كان مؤتمر برلين بين 1884 و 1885، حيت جمعت أغلب الدول الأوروبية وبدات كتقسم أفريقيا، وكل دولة بغات بلاصة تستعمرها. وخا هادشي مازال غير في الوراق، وبداو كيقسموه باش تعرفوا كيفاش كان القوة تاع أوروبا مقارنة مع أفريقيا. والدول الرئيسية اللي استعمرت أفريقيا اللي هما بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا. وكانت الخريطة على هاد الشكل، يعني قسموها بحال شي بقعة. في بداية القرن العشرين تقريبا 90% من الأراضي الإفريقية ولات تحت السيطرة الأوروبية، وما بقى مستقل غير عدد قليل من المناطق اللي هما إثيوبيا وليبيريا. والسبب الرئيسي علاش قصدوا إفريقيا هو الثروة الطبيعية الكبيرة ديالها، حيت كانوا الأوروبيين محتاجين الذهب والألماس والمطاط والنحاس والفوسفات والمواد الأولية باش يغذيو الثروة الصناعية اللي كانت كتعرفها أوروبا في ذاك الوقت. وبالإضافة لهذا الشيء كان تنافس بين الدول الأوروبية باش كل دولة توسع النفوذ ديالها وتولي قوية على المنافسين ديالها. والسكان اللي كانوا في أفريقيا تبدلت حياتهم بشكل كبير في ديك الفترة، حيت بزاف ديال الأراضي الفلاحية ولات مخصصة لإنتاج محاصيل كتصدر لأوروبا بحال القطن والقهوة والكاكاو، حيت بعض المناطق تفرض على السكان العمل الإجباري وأداء ضرائب جديدة عليهم. وزيد على رسمت حدود جديدة بين الدول الإفريقية بلا ما يشوفوا تاريخ وثقافة الشعوب اللي كانت عايشة تما، وهاد الحدود مازال جزء منها مستعمل حتى اليوم. من بعد ما بدات الدول الافريقيه كتاخذ الاستقلال ديالها من بين 1950 حتى ل 1975، حيت الافارقه كان عندهم امل بلي الحياه غادي تتبدل بالزربه، حيت كانوا دايرين في بالهم بلي خروج المستعمر غادي يعني مباشر الازدهار والتنميه. ولكن في الواقع داكشي معقد بزاف. في 1956 استقلت المغرب وتونس، وفي 1957 استقلت غانا وولات اول دوله افريقيه جنوب الصحراء كتشد الاستقلال. ومن بعد جات وقت نيجيريا سنه 1960 والجزائر سنه 1962، ومجموعه كبيره من الدول الاخرى شدات الاستقلال تاعها في الستينات. وكانوا كاع سموا هاد 1960 بعام افريقيا، حيت 17 دوله افريقيه حصلت على الاستقلال ديالها في هاد السنه. ولكن المشكل هو ان اغلب الدول الافريقيه خرجت من الاستعمار، ولكن ما عندها حتى شي اقتصاد مستقل، حيت المستعمر كان كيركز غالبا على استخراج الثروه الطبيعيه بحال الذهب والفوسفات والنفط والمعادن الاخرى وينقلها لاوروبا، وما كانش كيبني اقتصاد باش يستافدوا منه السكان الاصليين. هادشي منين خرج الاستعمار لقات بزاف ديال الدول راسها كتبيع ماده ولا جوج في العام كله، وكتستورد اغلب الحاجيات الاخرى. وباش تفهموا مزيان، بعض الدول كانت كتعتمد على منتوج واحد فقط، الا هبط الثمن ديالو في السوق العالميه الاقتصاد كامل غيتضرر، وهادشي خلى دول كثيره تبقى باديه من الاول باش تكون الاقتصاد تاعها. وزيد على هادشي الحدود اللي ترسمت في ايام الاستعمار بين 1884 و 1885 في مؤتمر برلين بقات كيف ما هي، وهاد الحدود جمعت احيانا شعوب وقبائل مختلفه، وهادشي كان سبب في بعض الصراعات والحروب الاهليه اللي وقعت من بعد الاستقلال. في القرن العشرين عرفت بزاف ديال الدول انقلابات عسكريه وصراعات على السلطه، وكانوا الحكام الجداد كيركزوا على تثبيت السلطه اكثر من التنميه والاقتصاد. هادشي عطل الاستثمار والتعليم والبنيه التحتيه لسنوات طويله. القارة الأفريقية كتعيش واحد التناقض كبير، حيت في جهة كاين الفقر والهجرة والفساد وبعض المشاكل أخرى، ومن جهة أخرى كاين النمو الاقتصادي والثروة الطبيعية ما كايناش بحالها في شي قارة. ولكن المشكل تاعها هي ما كتعرفش تستخدم الثروات باش تخرج من المشاكل اللي عندها. ومن بين أكبر المشاكل اللي مازال كتواجهها أفريقيا اللي هو الفقر في بعض المناطق. حسب التقديرات السنوات الأخيرة حوالي 35% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء كيعانوا من فقر مدقع. وقولي في نظركم شحال كيربحوا في النهار؟ ماشي 100 درهم وماشي حتى 80 درهم. الربح اللي كيربحوا صحاب الفقر المدقع اللي هو 2.15 دولار اللي هي 20 درهم. ولا ضربنا الثمن بالشهر كامل غادي تخرج لنا 600 درهم الربح ديالهم بالشهر كامل. وهذا الشيء كيرجع لاسباب كثيره بحال الحروب في بعض المناطق وضعف البنيه التحتيه والفساد وزيد من المشاكل الاخرى. اما في التعليم داكشي تحسن بزاف مقارنه في السنوات الاولى من بعد الاستقلال، حيت بعض الدول كانت نسبه الاميه اكثر من 80%. يعني الا شدينا كل 10 من القارات الافريقيه جوج هما اللي كيعرفوا يكتبوا ويقراو، اما دوك 8 الاخرين تقدر تعطيهم جوج قرايه ديال الدواء ما يقدروش يفرقوا من بين الدواء ديال الانسان والدواء ديال الحشرات. ولكن هذيك النسبه ديال 80% غير فوق الاستقلال. اما اليوم بزاف من الدول وصلت نسبه التمدرس الابتدائي لاكثر من 90%، ولكن مازال كاينين ملايين الاطفال خصوصا في المناطق الفقيره والقرويه اللي كيعانوا من الضعف في التعليم والانقطاع المدرسي. وحتى في الصحه افريقيا دارت تقدم كبير. في 1960 كان متوسط العمر المتوقع اقل من 45 سنه، اما اليوم وصل المتوسط لاكثر من 64 سنه،
وكيفاش كنقول هادشي ماشي افريقيا ولات منوره ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن هادشي غير تحسن من فتره الاستقلال حتى اليوم. اما راه مازال كاين نقص في الاطباء والمستشفيات في عدد من الدول والمشاكل اخرى كثيره. ولكن واخا المشاكل اللي عندنا في افريقيا كاينين نقاط قوه كبيره، وهو النقطه هي الشباب. اكثر من 60% من الافارقه اللي عندهم اقل من 25 سنه كيف قلنا في بدايه الفيديو. هذا الرقم ما كاينش تقريبا حتى في شي قاره اخرى، وهاد الشباب يقدروا يكونوا قوه اقتصاديه ضخمه خلال العقود القادمه، وكلا توفر لهم التعليم والشغل والنقص الفساد. النقطه الثانيه اللي هي التضارب الطبيعيه اللي عند افريقيا، حيت جزء مهم من الموارد اللي كيحتاجها العالم كامل كاينه في قاره افريقيا، وهادو اهم الدول اللي عندهم تربه طبيعيه. واول دوله اللي هي جمهوريه الكونغو الديمقراطيه اللي عندها اكبر احتياطي للكوبالت في العالم، هي كتنتج اكثر من 70% من الانتاج العالمي. وهذا المعدن اللي سميتو الكوبالت ضروري في بطارية الهواتف والسيارات الكهربائيه، ولكن المشكل الكبير ان هذا المعدن كيخرج خام بثمن رخيص بزاف، وكيتستورد عاوتاني من منتجات مصنعه اللي كيحتاجوها وبثمن اكثر. يعني ما عرفتش بحال يستعمل هذا المعدن المهم. وثاني دوله اللي هي جنوب افريقيا اللي كتنتج البلاتين والكروم والالماس، وكتعتبر من بين اكبر المنتجين للذهب عالميا. اما نيجيريا وليبيا وانغولا كيتعتبر من بين اكبر المنتجين النفط في قاره افريقيا. اما الجزائر اللي عندها احتياط ضخم من الغاز الطبيعي والنفط، وزامبيا اللي كتنتج النحاس، ونيجيريا اللي عندها احتياطي مهم من اليورانيوم اللي كتستعمل في انتاج الطاقه النوويه، وغانا اللي كتعتبر من اكبر المنتجين للذهب في قاره افريقيا. اما غينيا اللي معروفه بمعدن البوكسيت اللي هو الالومنيوم، والمغرب اللي عنده اكبر احتياطي في الفوسفات في العالم ب 70%. وهاد الفوسفات مهم في الاسمده الفلاحيه اللي كتستعمل في العالم كامل، وبزاف تاع الدول الاخرى اللي عندها ثروات كبيره. ولكن المشكل ماشي في افريقيا فقير في الثروات، بالعكس المشكل هو ان بزاف تاع الدول كتبيع المواد الخام قبل التصنيع. وباش تفهموا مزيان، غينيا عندها اكبر احتياطي في العالم من معدن البوكسيت اللي هو الحجر الخام اللي كتستخرج منه الالومنيوم. حتى ملي كتبيعوا لاوروبا والصين غتصدموا. والنظره تاعكم شحال كتبيع تقريبا الحجر البوكسيت الخام؟ 100 دولار؟ لا. 79 دولار؟ لا. 60 دولار حتى هي لا. يعني هي كتبيع معدن البوكسيت الخام كتستخرج منه الالومنيوم ب 50 حتى 70 دولار، وماشي 10 كيلو وماشي حتى 100 كيلو. هاد الثمن اللي قلت لكم 500 درهم حتى 700 درهم للطن الواحد. واش كتبغي غير تستورد شي منتج من داك البوكسيت اللي يباعوه برخيص كيدوبل اليوم الثمن بالعشرات المرات، وهاد الارباح كديهم الشركه ديال هذيك الدوله الاجنبيه وكيستافدوا منها الموظفين ديك الشركه، وكيبقى دائما الافارقه بالفقر والفساد وداكشي الاخر. وكيبقى السؤال الحقيقي ماشي واش افريقيا عندها امكانيات باش تطور، حيت الامكانيات اصلا كاينين، ولكن السؤال الحقيقي هو واش غادي تقدر الدول الافريقيه تستغل هذه الثروات الطبيعيه والبشريه باش تبني مستقبل افضل لشعوبها. حيت اليوم ما كاين حتى شي واحد يقول شنو غيطرا في المستقبل، ولكن تحسن الاستثمار في التعليم والصحه والبنيه التحتيه وتحول الثروات الطبيعيه من مجرد مواد خام الى صناعات محليه، فراه غتولي افريقيا عندها فرصه كبيره باش تكون من اهم القوى الاقتصاديه في العالم. وحتى لهنايا وصلنا لاخر فيديو. ما تنساوش لايك ومتابعه القناه، وقولوا لي شنو بغيتو في الفيديو الجاي.